تسلموا لي بجد، يعني ربنا يحميش منكم ابدا. شاكر جدا، وان شاء الله تنورونا في بورسعيد كده باذن الله. شرف لينا. شكرا جزيلا. فيديو جديد في القناه، وعندنا تركيب مثبت سرعه لصني الفئه السوبر صالون 2013 الشكل القديم. هنشوف التركيب بتاعها، هنشوف شكل الطاره والزراير اللي ما ركبناهاش قبل كده او ما شفناهاش قبل كده على القناه. تابعوا معانا، لايك، سبسكرايب، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. يعمل لايك. تابع معانا الفيديو، يلا بينا نبدأ التركيب بتاعنا. وفكينا الطارة، عايزين نشوف شكل الطارة. ده شكل الطارة اللي بعد تركيب زراير الكروز كنترول زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نفس الاوبشن بتاع التحكم بتاع السنترا والصني الشكل الجديد زي ما احنا شفنا في الفيديوهات اللي قبل كده. لكن عندنا هنا الاون والاوف تحت بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. هنا الست والاكسلريشن والكنسل، نفس الزراير، نفس التحكم زي ما كان موجود في الطارات اللي قبل كده اللي شفناها. بس الاختلاف هنا في الشكل بتاع الطارة اللي هو بيجي غير الشكل الكومتري اللي كنا شايفينه، بيجي الشكل المدور. بيتم تركيب جهاز مثبت السرعه وتوصيل الفيش زي ما احنا شايفين. توصيل الفيش بتاعه الزراير اللي هتنزل تتحكم في الجهاز بتاع مثبت السرعه، وهنوريكم شكل الجهاز بتاع مثبت السرعه عامل ازاي. ده جهاز مثبت السرعه، دي الفيش بتاعته. التركيب هنا بيكون فيشه بالكامل، مفيش تقطيع في اي سلك في الضفيره زي ما احنا شايفين. الفيش كلها بتدخل هنا. الفيشتين دول هم اللي بيخرجوا، واحد بيخرج للتحكم في الزراير ويتوصل بالكمبيوتر عشان ياخد الأوامر بتاعته، والتاني بيخرج للشاشة. هنشوف باقي التركيب. هنا جاري تركيب الطارة في مكانها بالشكل اللي احنا شايفينه. هنشوف شكل الطارة بعد ما ركب الزراير وركبت الطارة في مكانها. ده شكل الطارة بعد تركيب مثبت السرعة، وشايفين الشكل الزراير عامل ازاي قدامنا. طبعا قدامنا ظاهر على الشاشة الشكل القديم، شكل الطارة من غير زراير. بيركب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي الزراير بتاعت مثبت السرعة. ده شكل الطارة بتاع 2013، دي السوبر صالون. بيتم دلوقتي تركيب الشاشة في المكان اللي احنا شايفينه دوت. شويه ولا شمال شويه؟ تعالى كده عشان في ميه كده. زحزح المايك شويه مثلا يمين. الشاشة بتركب فوق مراية الصالون. بيكون الشاشة ديجيتال، بتظهر السرعة طول ما العربية ماشية ديجيتال. تشغل مثبت السرعة على السرعة اللي قدامك، بتقدر تشغل مودات السواقة، تقدر تشغل محدد السرعة. في ملحوظة عايزين نوضحها عشان جالنا تعليقات كتير على القناة بخصوص الموضوع دوت. احنا عندنا الاو بي دي هنا، احنا ما بنشغلش فيشه الاو بي دي. يعني احنا عندنا هنا في حاجه اسمها مشترك او بي دي. دي الفيش بتاعت مثبت السرعه. الاو بي دي بيدخل في الفيشه دي وبيخرج الفيشه دي للاو بي دي عشان تكون فاضيه وحره تقدر تستخدمها بدون ما تشغل فيشه الاو بي دي. ملحوظه تانية للي عايز يعرف، بس احنا هنا مش فاتحين الكبوت عشان نركب اي حاجه في العربيه. يعني مش فاتحين عشان نوصل حاجه للموتور. فتح الكبوت ده سببه ان احنا كنا فاصلين البطاريه علشان نقدر نفصل الفيشه بتاعه الكلاكس. مفيش اي سبب غير ان احنا فاصلين الموجب والسالب بتاع البطاريه فقط لا غير. ففتح الكبوت دوت مش معناه ان احنا عملنا شغل في الموتور يعني، او قربنا من حاجه. احنا كل الموضوع ان احنا فتحنا الكبوت عشان نفصل البطاريه، نخلص شغل ونرجع البطاريه مكانها تاني. مفيش اي شغل لفيشه الاو بي دي نهائي. الفيشه حره تماما، تقدر تستخدمها بعد تركيب مثبت السرعه. كده احنا انتهينا من التركيب، وهنشوف التجربه بتاعته دلوقتي. الجهاز ده 3 اجهزه في بعض: مثبت سرعه، محدد سرعه، وويند بوستر. ايه الويند بوستر ده؟ الويند بوستر ده بيديك 3 انظمه قياده: 3 سبورت وواحد ايكونومي والوضع الطبيعي بتاع العربيه. طيب بشغلهم ازاي؟ وانا على الوضع الطبيعي كده بقلب بفوق، بص كده زي الايكونومي. كمان واحده فوق فاضي، يبقى كده وضع العربيه. كمان واحده فوق سبورت 1.
2 سبورت 2 كمان واحده سبورت 3. اختار بختار بتاعتي، بقلب بفوق ايا كان ايه الوضع بدوس تحت. تمام. ايه الوظيفه الثانيه؟ الوظيفه الثانيه محدد السرعه. محدد السرعه شغال ازاي؟ بدوس كانسل دوسه طويله بيبان لي الشرط دي كده، هو ستاند باي. بيشتغل ازاي؟ بدوس تحت دوسه واحده كده 30، مهما دوست ومهما مشيت مش هتعدي ال 30. اول ما توصل عند ال 30 تلاقي الدوسه ايه فصلت معاك. بلغيها ازاي؟ بدوس كانسل دوسه واحده يرجع ستاند باي، او كانسل دوسه طويله يقفل خالص. يجي مثبت السرعه، مثبت السرعه يشتغل ازاي؟ بدوس اون واوف دوسه طويله بقى كده تظهر لي العلامه دي كده، هو ستاند باي. يشتغل ازاي؟ من 30 ل 180. طلعت العربيه عامله معاك ايه؟ بتجري عايزه تنط منه. لو وصلت لل 30 الدواسه فصل، وده ما بنمسحش ايه يشغل. طب عايزين نفصله بنعمل ايه؟ كانسل دوسه واحده يرجع ستاند باي، او كانسل دوسه طويله يفصل خالص. ماشي. عايزين نشغل مثبت السرعه اون واوف دوسه طويله بس دوس تحت كده هيثبت معاك السرعه. شيل رجلك من البنزين خلاص هو كده مثبت السرعه. عايز تزود السرعه بدوس فوق، عايز تقلل السرعه بدوس تحت. لو دوست بنزين هيزود معاك السرعه عادي، اول ما تشيل رجلك من البنزين هيرجع للسرعه. طب دوست فرامل هيلغي. بس ستاند باي هو كده لغى. عايز ترجع لاخر سرعه تقوم جاي تدوس فوق زي تولع بقى. سبورت 1 والسبورت 2 هتلاقي اداء العربيه اختلف لما تشغل التكييف. التكييف كان بيتقل العربيه، دلوقتي هتلاقي الدنيا لا يعني ابتدت العربيه تفوق شويه. تمام، هتبقى مريحه بالظبط كده. تريح معاك حبه حلوين بس يا باشا. اوكي يا جماعه، متشكر جدا. عفوا. فرصه سعيده جدا، انا سعيد جدا بمعرفتكم، لا ومش عارف اشكركم ازاي بصراحه يعني. تسلموا لي بجد يعني، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. متشكر جدا، وان شاء الله تنورونا في بورسعيد كده باذن الله. شرف لينا. شكرا جزيلا، متشكر جدا.